السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد. النهارده هنتكلم مع بعض عن اللي حصل في مباراة الأهلي أمام المقاولون العرب ومباراة الزمالك أمام الداخلية. بس قبل ما نبدأ يا ريت صلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وتنزل تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد وتعمل لايك للفيديو. ويلا بينا نخش على الفيديو. هبدأ كده بنادي الزمالك. نادي الزمالك النهارده بيفوز على الترجي التونسي في القاهرة 3 أهداف مقابل هدف. النهارده الزمالك بيسهل المسؤولية عليه أو بيسهل فرصة الصعود. طبعا فرصة الصعود كانت صعبة جدا، الناس كلها قعدت تقول بعد مباراة الزمالك امام الترجي التونسي في رادس قال لك خلاص الزمالك هيطلع من افريقيا. النهارده كسب الترجي. الموضوع اللي لازم الزمالك لو كسب الماتشين الجايين احتماليه كبيره اللي هو يصعد، لكن لو اتعادل في اي مباراه او خسر هيكون خارج افريقيا. هنتكلم بس كده على اداء الزمالك النهارده. اداء الزمالك النهارده بكل امانه في الشوط الاولاني الزمالك عمل كل حاجه، قدر اللي هو يطلع بالشوط الاولاني متفوقا، وقدر اللي هو يعمل مباراه او قدر اللي هو يعمل شوط اول قوي جدا. الشوط الثاني بصراحه الزمالك ما كانش بيظهر قوي الا تقريبا في كذا كوره كده، وطبعا كانت مرتده. الزمالك اصلا لما جاب جونين كان عاوز يقفل او كان عاوز يخرج من المباراه دي وهو كسبان وضامن الثلاث نقاط. طبعا لما هدف الترجي جه الدنيا اتأزمت شويه على نادي الزمالك، ان خلاص الترجي قريب جدا من العوده ومن التعادل ومن الرومونتادا، ولكن قدر سيف الدين الجزيري في اخر الماتش او في الوقت الضايع اللي هو يسجل هدف الثالث لنادي الزمالك وينهي اللقاء تماما وثلاث نقاط غاليين جدا لنادي الزمالك. مبروك لكل جمهور نادي الزمالك ومبروك لمجلس اداره واللاعبين نادي الزمالك. بس انا عاوز كده اتكلم في موضوع فيريرا والكابتن اسامه نبيه قبل ما نروح للنادي الاهلي. كابتن اسامه نبيه طلب من مجلس اداره نادي الزمالك او مجلس اداره نادي الزمالك كانت عرض على كابتن اسامه نبيه عوده فيريرا. كابتن اسامه نبيه بكل احترام وافق ان فيريرا يرجع. سبحان الله، اول ما فيريرا يرجع يقول لمجلس اداره نادي الزمالك مش عاوز الكابتن اسامه نبيه معايا. وخلاص الكابتن اسامه نبيه اعلنها قبل مباراه الترجي بيومين، اللي هو مباراه الترجي او اللي هي مباراه الترجي اخر مباراه ليه مع نادي الزمالك قبل الرحيل. وايضا الزمالك كان قال لفريرا اللي ده اخر مباراه ليك مع الزمالك في حال التعادل او الخساره من الترجي التونسي. لكن فريرا النهارده قدر اللي هو يكسب الترجي ومستمر حاليا مع نادي الزمالك. تعال بقى كده ننتقل الى النادي الاهلي. النادي الاهلي النهارده بيفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف. بكل امانه الاهلي النهارده ما كانش بيقدم كره كويسه او ما كانش بيلعب بشكل كويس الا في كرات قليله جدا. الاهلي النهارده كان تقريبا نازل المباراه بيلعب على المرتدات، لان كولر كان عاوز يريح اللاعبين لمباراه سان داونز. طبعا احنا عارفين ان مباراه سان داونز مباراه تقيله جدا ولازم الاهلي يحقق منها 3 نقاط. تلعب في جنوب افريقيا ومباراه تبقى صعبه في اجواء صعبه واجواء جماهيريه صعبه جدا. اتحاد الجنوب افريقي تقريبا وافق على ان الجماهير بتاعت سان داونز نخش المباراه بالمجان، تلبس بس التيشيرت الاصفر بتاع سان داونز وتخش. لكن انا هقول كلمه حق، اداء الاهلي النهارده كان سيء جدا بالرغم اللي هو كسب. ما اقدرش اقول غير كده. هتكلم بس كده بقى في موضوع سافيو عشان ننهي الحوار. سافيو الناس اللي اتفرجت على ماتش القطن وبعدين ماتش المقاولون هتعرف ان سافيو تقريبا دخل في خلاف مع كولر او مجلس اداره النادي الاهلي. سافيو اول ما بيخش القايمه بينزل صوره لا عاده على الانستجرام او صوره عاديه جدا بينزلها حال على الانستجرام اللي هو موجود في قائمة الأهلي لمباراة مثلا القطن الكاميروني أو مباراة المقاولون، وده حصل في مباراة المقاولون ومباراة القطن الكاميروني. طب إيه اللي حصل؟ تقريبا في خلاف ما بينه وما بين مجلس إدارة النادي الأهلي أو ما بينه وما بين كولر قبل كاس العالم، عشان كده كولر استبعده من قائمه كاس العالم. طبعا كان في معترض قوي جدا طالع من النادي الاهلي بتقول ان ده اصابه ومش خلاف ما بينه وما بين حد، فقلنا ماشي لما يرجع هيلعب. لكن تلاحظ المباراتين اللي فاتوا لما كولر قرر اللي هو يضم برونو سافيو ما بيلعبش وبينزل مكانه لعيبه صغيره في السن زي مثلا رأفت خليل، وكمان بينزل مكانه محمد اشرف او احمد نبيل كوكا. ولما بينزل محمد اشرف وبيلعب علي معلول جناح او وينج شمال وبيخلي محمد اشرف باك شمال. طب ما انت كنت ممكن تنزل برونو سافيو تلعبه جناح شمال، المركز ده بيلعب فيه بشكل كويس. لكن اعتقد ان في خلاف او في حل من الحلين، لا اما برونو سافيو كولر ما قعدوا لمباراه سان داونز او لمباراه اللي بعد سان داونز عشان بس ما اضحكش عليكم ممكن ما يلعبش في مباراه سان داونز. اول حاجه التانية اللي هو فعلا في خلاف وخلاص اخر موسم ليه مع النادي الاهلي هيكون السنه دي، واحتماليه ان الاهلي يبيعه في الصيف مش اعاره هيبيعه. ده لو في خلاف. طب هنعرف ازاي لو برونو سافيو بلاش ماتش سان داونز، بلاش نقول اللي هو عليه يلعب في ماتش سان داونز، لو برونو سافيو ما لعبش بعد مباراه سان داونز اي مباراه حتى لو 10 دقايق اعرف ان خلاص موسم سافيو انتهى مع النادي الاهلي. ده كده كل موضوع سافيو.
واتمنى اللي ما يكونش في خلاف، واتمنى اللي يكون كولر مقعده المباريات القادمه، اللي هو يعني يكون تجهيز. ان شاء الله خير، وان شاء الله يكون الدنيا كويسه في النادي الاهلي. وبس كده، وبكده يكون وصلنا لنهايه الفيديو. اشوفكم على خير، مع السلامه.